السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، والنهارده هنتكلم عن بعض الملاحظات اللي أنا شفتها في بطولة الECC الأخرانية اللي هي التانية. طبعا يا جماعة احنا عارفين إن أبطالنا الصغيرين في منهم ناس محترفين وناس مبتدئين، وفي اللي لسه في وسط السلالم. احنا هنتكلم دلوقتي على اللي في وسط السلالم واللي لسه مبتدئين. طبعا بعض أولياء الأمور وبعض المدربين في البطولات الوديه بيصرخوا في وش الاولاد وبيزعقوا، وساعات بيبقى اللاعب ما لعبش بطولات كتير فمش عارف يطلع لعبه اللي هو متعود عليه في صاله التمرين بتاعته. المفروض نديله مساحه من الابداع ونديله بعض الثقه في النفس عشان يعرف يطلع لعبه، مش نقعد نزعق ونصرخ كده، مش هنوصل لحاجه. وكده المرحله الانتقاليه ما بين ان هو مبتدئ وما بين ان هو يكون لاعب جامد على الطاوله هتغيب معانا قوي.